مش اخذين موقف من الرئيس الشرع، احنا عم نقوله سندعمه هو حتى شخصيا في. احكيها صح يا زلمه، احكيها صح وقول انه ما استرجيتوا تعرضوا لقاء الرئيس السوري لانه في تطمينات للشعب الكردي بكافة بقاع الارض، وقسد ما بدها هاي التطمينات توصلون. احكيها صح يا زلمه، وقول انه عصابات قسد وعصابات بكيكي الارهابيين هددوكم بتفجير مقر الاذاعه تبعكم اذا انتم بدكم تعرضوا هي المقابلة. ليش لحتى تطلع تنطوط على الحيطان وتقول فيها تهديد لقسد وفيها شدة لهجة مع قسد؟ طبيعي طبيعي، عصابات إرهابية. انت بتعرف عز المعرفي والبرزاني تبعك كمان بيعرف عز المعرفي انه انتو على عداوة وحرب مع عصابات البككي، وقسد هي امتداد لعصابات البككي الإرهابية. قولوا انه خفتوا منهم، لا تقولوا انه ما فيها تطمينات، لا بالعكس فيها تطمينات كتيرة. ولأنه فيها تطمينات كتيرة وتطمينات كبيرة، انتو ما كان عندكم الجرأة انه تعرضوها لأنه اجتكم التهديدات من عصابات البكيكي وعصابات قسد. بس على كل حال بنحب نبشركم ونأكد لكم كمان انه قسد والبكيكي الى الزوال من سوريا بإذن الله، وبلطوا البحر.